نكمل بإذن الله جزء 2 مشروع تربية المقنين. إخوتي في الله، بالنسبة للمبتدئين اللي حابين يوضعوا السلاكة أفضل من الكاجا. تحب دير الكاجا فلك ذلك، ولكن الكاجا بالنسبة للمبتدئ في المشروع شوية صعبة مقارنة بالسلاكة، لأنه فيها تعب خوتي، فيها تعب صاي. المهم ولا علينا، خير أخي العزيز تشري برك 3 كوبلات في هذا الوقت، تشريهم بسعر رخيص، يعني بين 3 ملايين حتى 3 ملايين ونص ابوبري صاي. خير اخي العزيز كي توجدهم ان شاء الله، وكان حاجه في السلاكه خصك تقعد معاهم باش ما يفلجوش، ما يوليش خوافين، لانه السلاكه المقني كيكون مطلوق وما تدخلش عليه بزاف يولي كيما الخلوي. يعني خصك يوميا تدخل عليه تقعد معاهم، تقرا القران تاعك معاهم، خص تقريهم لامان. والله العظيم اخواتي كي ان شاء الله يجي مارس افريل راح يديروا العشاش امامك وما يخافوا منك ما والو. باش تفهموا خوتي العزاز، 3 كوبلات برك، نقولوا غير 3 كوبلات باذن الله. نقولوا كل كوبله دير لك 20 صاي، هاو ديك 3 فوا 2 سي 6، نقولوا 6 عشاش فقط، غير 6 عشاش. 6 عشاش نقولوا كل عش فيه غير 3، ما نقولوا 4 ما نقولوا 5 صاي، نقولوا كل عش فيه 3 ان شاء الله. 6 في 3 سي 18 مليون صاي. الفرق تاع المقنين يعني تاع الشهر راه كيكون سويله شابه في البارفا راه يدير مليون. هذه في حال اذا ما رفدتهاش وسمعتها وكل شيء، اذا سمعتها لا فالور تاعها تزيد، يعني عندك 18 المليون في العام. 18 مليون اقلع منها حق المصاريف كما نقولوا حنا، المصاريف بالك فيتامينات، بالك دواء تستعمله، الماكله، اقلع منها 3 ملايين صاي. 18 مليون تبقى 15 مليون صاي. هذه كي تخدم خدمه نيشان نقيه. زيدوا تابعونا ان شاء الله، كاين الجزء الثالث باش نقول لكم ثاني عاود السلبيات باش تضربوا حسابكم، لانه هذه هي المشروع. كي تقول بسم الله توكلت على الله يحتمل الخساره ويحتمل الربح صاي. يا جماعه الخير تبعوا معايا زوج كاين معلومات ان شاء الله شابه باذن الله. السلام عليكم.